مؤسس أول أسرة حاكمة في التاريخ، وصاحب الفضل في وجود مصر الفرعونية اللي علمت العالم كله معنى الحضارة، ملك الأرضين وصاحب التاجين، نسر الجنوب وثعبان الشمال، المحارب الجسور والسياسي الذكي. لو ممكن تتفضل تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، وتعالوا نعرف مع بعض حكاية الملك مينا موحد القطرين. اتولد الملك مينا في مدينة طيبة اللي هي الأقصر حاليا، ودي كانت عاصمة مصر الفرعونية قبل عصر الأسرات، تحديدا كانت عاصمة مملكة الجنوب. تاريخ ميلاد الملك مينا مش معروف بدقة لأنه ينتمي إلى عصر ما قبل الأسرات، وفي الوقت ده ما كانش فيه اهتمام قوي بتسجيل التاريخ عند الفراعنة. هو بالمناسبة لما اتولد ما كانش اسمه مينا، في احتمالين لاسمه والمؤرخين مش قادرين يحددوا بدقة أنهي فيهم اسمه الحقيقي. قد يكون اسمه الحقيقي نارمر أو نعارمر زي ما بعض الناس بتقول، وبعض المؤرخين بيقولوا لأ، نعارمر ده اسم والده وهو اسمه حور عحا. أما اسم مينا فهو يعتبر لقب وتحول مع الوقت إلى اسم، ومعنى لقب مينا ده معناه مؤسس أو منشئ. واسم مينا ده اسم مشهور في اللغة القبطية والتراث القبطي لغاية النهاردة، ومعناه راسخ أو ثابت، وباقي أو دائم. مصر وقتها كانت متقسمة لمملكة الشمال ومملكة الجنوب، كل مملكة ليها الملك بتاعها والتاج بتاعها، وكانوا باستمرار في حروب ونزاعات. بالمناسبة كان الهدف من الحروب دي هو توحيد المملكتين في دولة واحدة، لكن مفيش حد قبل مينا قدر انه فعلا ينجح ويوحد المملكتين. في سنة 3200 قبل الميلاد مينا جهز جيش كبير وأشرف بنفسه على تدريبه، ووضع خطة عسكرية تقريبا تعتبر أول فكرة التفاف في التاريخ. معلومة كده سريعة، في العلوم العسكرية الحديثة الهجوم بيكون يا إما هجوم بالمواجهة، يعني الجيشين بيقابلوا بعض كده وش في وش، أو يكون هجوم بالالتفاف، يعني يلفوا حوالين الجيش المعادي بسرعة ويحاصروه. ومينا أول واحد في التاريخ يستعمل فكرة الالتفاف دي قبل ظهور العلوم العسكرية أساسا. قسم جيشه لقسمين، قسم مشي في اتجاه مملكة الشمال وعلى راسه وفي مقدمته الملك مينا نفسه، وقسم تاني ركب مراكب في النيل عشان يلفوا حوالين جيش مملكة الشمال ويهاجموه من الخلف. يعني مينا هاجم جيش مملكة الشمال هجوم بالمواجهة وهجوم بالالتفاف في نفس الوقت. الله ينور عليك يا أستاذ مينا، مش بقول لكم مصر علمت العالم الحضارة؟ أول ما المعركة بدأت بين الجيشين، مينا ومعاه الحرس الخاص بتاعه اقتحموا صفوف جيش مملكة الشمال بشجاعة فائقة، وسابوا العركة شغالة وراهم وراحوا بسرعة لقائد جيش الشمال. ومينا بنفسه هجم عليه ببلطة وضرب سلاحه طياره من ايده. قائد جيش الشمال لقى نفسه من غير سلاح ومينا واقف قدامه زي الأسد، نزل على ركبته وطلب الرحمة من مينا. لكن رحمة ايه يا محترم، ده هو لو عكسنا بقى وكان هو طال مينا كان خرطه زي الملوخية. مينا مسكتش، راح مناوله بالبلطة في دماغه، خلص عليه. جيش مملكة الشمال لقيوا القائد بتاعهم اتقتل، ولقيوا قائد جيش الجنوب وحش كاسر استسلموا. وكانت معركة قصيرة ما أخدتش وقت طويل، لدرجة إن الجنود اللي نزلوا من المراكب في النيل عشان يعملوا حركة الالتفاف لما وصلوا لقيوا جيش الشمال استسلم بالكامل وما لقوش حد يلتفوا حواليه. خلصنا الذكاء العسكري والشجاعة الفائقة في القتال، نيجي بقى للذكاء السياسي بتاع الملك مينا. احنا قلنا إنه كان في محاولات قبل مينا لتوحيد مملكة الشمال ومملكة الجنوب، لكن كلها فشلت. ليه فشلت؟ لأن كل مملكة كانت عايزة تفترس المملكة التانية وتخلي أهلها عبيد عندهم، فطبعا كان الناس بيثوروا والوحدة بتفشل. لكن الملك مينا السياسي العبقري لما انتصر على مملكة الشمال ما قعدش بقى يدبح في أهلها ويستعبدهم وياخد فلوسهم، لا،
عمل حكومة خاصة لمملكة الشمال من أعيانها وكباراتها، بشرط إنه يكون ولائهم ليه هو، وطلب منهم إنهم يحكموا مملكة الشمال وفقا لعاداتهم وتقاليدهم هم، ما حاولش يفرض حاجة عليهم. وبالتالي طمن شعب الشمال وحببه في الوحدة. وطبعا الأعيان والكبارات بتوع مملكة الشمال اللي مينا كبرهم وداهم وضعهم، أصبح ولائهم مطلق ليه. وبكده بقى في حكومتين، واحدة بتاعت مملكة الجنوب والتانية اللي مينا عملها في مملكة الشمال، والاتنين تحت قيادة الملك مينا اللي أنشأ عاصمة جديدة في مكان بين المملكتين، وهي مدينة منف أو ممفيس، اللي أصبحت بعد كده العاصمة التقليدية لمصر الفرعونية طوال عصر الأسرة. بالمناسبة عشان يبني العاصمة في المكان بتاعها ده، قام بتحويل مجرى نهر النيل شوية، يعني حفروا مجرى جديد للنيل يمشي فيه في منطقة منف، وردموا المجرى القديم. وده كان أول ترويض لنهر النيل في التاريخ، وطبعا أول تحويل لمجرى نهر في التاريخ كله. ما ننساش إن الكلام ده كان قبل الميلاد ب3200 سنة، لما كان أغلب كوكب الأرض عايش حياة بدائية قوي. فعلا مصر أم الدنيا. ومن ضمن الذكاء السياسي للملك مينا، وعشان يضمن وحدة المملكتين للأبد، تزوج من الأميرة ديت حتب ابنة حاكم إقليم سايس اللي هو كان أكبر إقليم في مملكة الشمال. وبكده بقوا أهل الشمال وأهل الجنوب نسايب، وأولاد وأحفاد الملك مينا بقوا بيمثلوا المملكتين مع بعض. والحركة دي بالذات هي اللي خلت الدولة المصرية تستمر موحدة طوال تاريخها، لأن الفراعنة اللي جم بعد مينا من نسله كان فيهم عرق شمال وعرق جنوب. الملك مينا ده بصراحة كان داهية. ضم مينا تاج الشمال الأحمر وتاج الجنوب الأبيض في تاج واحد. وبعد ما أهل الشمال اطمنوا خالص، دمج الملك مينا حكومة الشمال مع حكومة الجنوب في أول حكومة مركزية في التاريخ، واستمر في حكم مصر الموحدة لمدة 62 سنة تقريبا. حتى في وفاته كان الملك مينا شجاع وجسور رغم سنه الكبير، إلا إنه خرج مع بعض جنوده في رحلة صيد، وانفصل عنهم لوحده من غير حرسه، وتتبع فرس نهر ضخم وحاول إنه يصطاده برمحه، لكن فرس النهر هاجمه وقتله قبل ما الحرس يلحقوه. كان جسور وجريء وسياسي محنك. حكايات الفراعنة والحضارة المصرية القديمة ما يتشبعش منها أبدا، ولسه عندي منها حكايات كتير قوي قوي قوي. لو لسه مشتركتش في القناة، اتفضل اشترك وفعل زر الجرس عشان تتابع معايا حكايات أرض الفراعنة والحضارة المصرية القديمة.